من هو المسيح الدجال في المسيحية؟ وما هي العلامات التي وردت في الكتاب المقدس عن مجيئه؟ أصدقائي المتابعين لقناة كوبتك كوجي، أهلا بيكم بفيديو جديد على القناة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد بننزله. من فترة انتشر على وسائل الإعلام العربية فيديو لطفل إسرائيلي اتولد بعين واحدة وقالوا عنه إنه الدجال، واتضح إن الفيديو تم تداوله بشكل مماثل من سنوات مضت تحت نفس الاسم، وأحيانا يقال إنه إسرائيلي أو يمني أو جنسيات تانية. وده أثار ضجة كبيرة إن نهاية العالم قربت، وإن المسيح الدجال اللي هيهزم على يد السيد المسيح قد ظهر في العالم. وبناء عليه قررنا توضيح شخصية المسيح الدجال من وجهة نظر المسيحية وما ورد في الكتاب المقدس عنه من نبوءات. أولا وقبل كل شيء، لا يوجد في المسيحية أو الكتاب المقدس بالكامل مصطلحات مثل المسيح الدجال أو المسيخ الدجال، فكلها مسميات ومفاهيم تم ابتكارها من قبل الإخوة المسلمين لوصف شخصية ضد المسيح، مع كامل احترامنا ليهم. وعبارة ضد المسيح ده الاسم اللي بيطلق عليه في المسيحية بحسب الكتاب المقدس. عبارة ضد المسيح لم تأتي في الكتاب المقدس إلا في رسائل القديس يوحنا، والمقصود بيها كل من يقاوم المسيح أو من يدعي بأنه المسيح. ولو قرينا الآيات اللي وردت في رسائل القديس يوحنا هنلاقيها بتشير على الأشخاص أصحاب الآراء الهرطوقية بخصوص تجسد المسيح. فهنلاقي في رسالة القديس يوحنا الأولى الإصحاح 4 وآية 3: وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم إنه يأتي والآن هو في العالم. وفي نفس الرسالة الأولى الإصحاح 2 آية 18: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. أما الآية 22 من نفس الإصحاح الثاني في رسالة يوحنا الأولى: من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح، هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. أما في رسالة القديس يوحنا الثاني عدد 7: لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح. والخلاصة أن ضد المسيح هو من أنكر التجسد واتحاد لاهوت المسيح بناسوته. وكمان عبارة إنسان الخطيئة اللي جت في رسالة تسالونيك الثانية الإصحاح الثاني آية 3، ومصطلح الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13 آية 2 بيشيروا أيضا إلى ضد المسيح. ولنتعمق أكتر في الموضوع. 1. الإشارة إلى ضد المسيح في الكتاب المقدس. مفيش ذكر صريح لضد المسيح إلا في رسائل القديس يوحنا، وتم ذكره 4 مرات. في رسالة القديس يوحنا الأولى 3 مرات، الإصحاح الثاني آية 18 وآية 22، والإصحاح الرابع آية 2، وفي رسالة القديس يوحنا الثانية عدد 7. فهنلاقي القديس يوحنا بيقول كده: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة، بحسب الرسالة الأولى الإصحاح الثاني وآية 18. فواضح أن القديس يوحنا كان بينتظر ظهور شخص هو بالتحديد ضد المسيح، يعني مقاوم عنيد للرب يسوع المسيح. كمان بيقول إن كتير من الأنبياء الكذبة هم أضداد للمسيح، ويكمل إن ده دليل على اقتراب الساعة الأخيرة. وبيوصف ضد المسيح بأنه بينكر أن يسوع هو المسيح، وبذلك ينكر الآب والابن، وده في الإصحاح الثاني آية 22، بمعنى إنه بينكر إن يسوع هو الله. أما في الإصحاح الرابع والآية 30 من رسالته الأولى بنلاقي إشارة إلى روح ضد المسيح الذي سمعتم إنه يأتي، يعني هيجي في المستقبل، والآن هو في العالم، وهو لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد، ولذلك فهو ليس من الله. أما في الرسالة الثانية والعدد 7 إشارة أكتر تحديد للي بينكروا حقيقة التجسد. فيقول القديس يوحنا: لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، هذا هو المضل وضد المسيح. فكان القديس يوحنا بيتنبأ عن هرطقة أو البدعة اسمها الدوستية، اللي مضمونها أن المسيح لم يأتي في جسد حقيقي، يعني بتنكر ناسوت المسيح. ومن خلال ال4 إشارات اللي مضت بيتضح لينا أن ضد المسيح هو أساسا مفهوم لاهوتي بيرفض المسيح أو بينادي بأفكار هرطوقية تمس شخص المسيح. 2. مدى التطبيق على ضد المسيح.
تطبيق الأقوال دي على أساس إن ضد المسيح هو شخص هيظهر في المستقبل بناء على كلام القديس يوحنا. ففي الرسالة الأولى إصحاح 2 وآية 18 سمعتم أن ضد المسيح يأتي. فمضمون العبارة هو إنه بينما ظهر وبيظهر مقاومين كتير على مدى التاريخ بينكروا لاهوت المسيح وحقيقة ناسوته، فإن كل القوة المقاومة والآراء الهرطوقية هتكون في النهاية في شخص واحد هيظهر قبل مجيء المسيح التاني. 3. محاولات تحديد شخصية ضد المسيح. كان في محاولات كتيرة لتحديد شخصية ضد المسيح بالعديد من الأشخاص على مدى التاريخ من رجال دين وملوك وسياسة، وأشهر الملوك دول هو كاليجولا الإمبراطور الروماني اللي ادعى الألوهية، ونيرون أو نيرون اللي حرق روما واضطهد المسيحيين واليهود. بل كمان امتد الظن والاعتقاد إلى بعض الحكام المشهورين في العصور الحديثة زي نابليون وموسوليني وهتلر، وقد ظهرت فيهم روح ضد المسيح، ولكن لم يكن أحد من هؤلاء هو ضد المسيح موضوع نبوات الكتاب المقدس. 4. النبوات عن ضد المسيح في العهد القديم. المدرسة الوحيدة من مدارس التفسير اللي قدمت تفسير كامل لضد المسيح هي مدرسة التفسير المستقبلي للنبوات، وهي بتؤمن إن في علاقة بين قتل ضد المسيح ورجوع المسيح تاني. بالرغم إن في حركات كتير بروح ضد المسيح، بس هم بيعتقدوا إن الذروة هتوصل في شخص هو ضد المسيح المذكور في النبوات، وده هو الشخص اللي الشيطان هيتنكر فيه ويتظاهر إنه المسيح الحقيقي. ومع إن في تفسيرات كتير ممكنة تحاول توضح خصائص وظهور الشخص ده في المستقبل، بس في بعض فصول من الكتاب المقدس بتدينا فكرة أكبر عن الموضوع. فهنلاقي في الإصحاح 7 من سفر دانيال بيتنبأ عن 4 إمبراطوريات عالمية متعاقبة ظهرت في صورة 4 وحوش، وفي التنبؤ ده بيعتبر الوحش الرابع تمثيلا للإمبراطورية الرومانية، وفي نفس السياق بيظهر الوحش الصغير صورة لشخصية تانية. وفي تفسير الحلم لدانيال تم وصف الشخص ده بأنه بيتكلم بكلام ضد العلي ويبلي قديسي العلي بحسب الإصحاح 7 آية 25، وإنه هيحكم بحيث تعطى المملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء لشعب قديسي العلي بحسب الآية 27 من نفس الإصحاح 7. وبحسب الوصف ده يصبح هذا الشخص آخر حكام العالم وهيكون هو ضد المسيح. أما في الإصحاح 11 بنلاقي وصف تاني لملك يعتقد بعض الناس إن هو القرن الصغير. بيوصف الملك ده بأنه حاكم مطلق، وبيتقال عنه ويفعل الملك كإرادته، يرتفع ويتعظم على كل إله ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة في الإصحاح 11 آية 36. وبالإضافة لكده يكرم إله الحصون في مكانه، ويكرم إلها لم يعرفه أباءه بالذهب والفضة والحجارة الكريمة والنفائس في العدد 38. وبيعتقد ان نهاية الملك ده هتكون في حرب عالمية، لانه هيكون مجدف ومقاوم لله، وبالتالي هيكون هو ضد المسيح اللي بيعتبر آخر حاكم قبل مجيء المسيح الثاني، وده بحسب ما ورد في دانيال 12 من 1 ل3. لكن في آخرون بيروا انه هيكون ملك أقل شأنا، لأنه هيملك فقط على فلسطين في نهاية الأمر. 5. النبوات عن ضد المسيح في العهد الجديد. أشار الرب يسوع المسيح في كلامه إلى أنه في الأيام الأخيرة سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة بحسب إنجيل القديس متى 24:24. كما أنه كتير أشار للشيطان بأنه عدو لله وللمسيح، وده ظهر في التجربة على الجبل بحسب إنجيل متى الإصحاح 4 وإنجيل القديس لوقا أيضا الإصحاح 4. كمان في مثل القمح والزوان، فزارع الزوان هو إبليس. والقديس بولس الرسول لم يستخدم عبارة ضد المسيح في أي رسائله، لكنه كان بيشير إلى بليعال، كما قال أي اتفاق للمسيح مع بليعال في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 6 وآية 15. ونلاقيه بيشير إشارة واضحة إلى ضد المسيح في حديثه عن مجيء الرب الثاني، فبيقول لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله في رسالة تسالونيك الثانية الإصحاح 2 3 و4. وبيقول إنه لما يستعلن الأثيم سيبيده الرب يسوع بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. وبيجمع كتير من المفسرين بين هذا الأثيم إنسان الخطيئة والقضاء عليه بظهور المسيح، وبين القرن الصغير اللي ورد في دانيال 7 والملك اللي ورد في دانيال 11. ومن أهم فصول الكتاب اللي بتشير لضد المسيح هو الوصف المذكور في الإصحاح 13 من سفر الرؤيا اللي بيتكلم عن وحشين،
أحدهما طالع من البحر بحسب سفر الرؤيا إصحاح 13 من 1-10، والتاني طالع من الأرض بحسب الإصحاح 13 من 11-18. وفي كتير من التفسيرات للأقوال دي، لكنها بصفة عامة بتشوف إن الوحش الأول هو آخر حكام العالم العظام قبل مجيء المسيح التاني، وإن الوحش التاني بيشير إلى قائد ديني بيعمل تحت السلطة السياسية للوحش الأول. وبسبب التشابه بين الوحش الأول اللي ليه 10 قرون و7 رؤوس وبين القرن الصغير في الإصحاح 7 من نبوة دانيال، بيرى البعض إن هو ضد المسيح، لكن بيرى آخرون إن الوحش التاني هو ضد المسيح، ومن الواضح إن الاتنين معاديين للمسيح. ومن الأمور المحيرة بخصوص ضد المسيح الآية اللي وردت في سفر الرؤيا 13-18: هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدده 666. والتفسيرات لحل اللغز ده كتير جدا، لكن هنستخدم أكتر التفسيرات شيوعا باستخدام قيمة الحروف في اللاتينية واليونانية والعبرية، فهنلاقيها بتشير إلى قيصر نيرون مع عدم حساب حروف العلة. فكلمة قيصر هناخد منها حرف قاف والصاد والر، فالقاف بيساوي الرقم 100، والصاد بيساوي الرقم 60، والر بيساوي الرقم 200. وكلمة نيرون هناخد حرف النون والر والواو والنون، فهنلاقي ان النون بيساوي الرقم 50، والر 200، والواو اللي في نيرون بتساوي 6، والنون بتساوي 50، فيكون المجموع 666. أما باستخدام الحروف في اليونانية يمكن أن ينطبق العدد على اسم كاليجولا، وده كان الإمبراطور المجنون. ولكن أفضل تفسير هو اعتبار أن تكرار العدد 6 3 مرات، يعني 6 6 6 وليس 666، ففيه إشارة ثلاثية أن الإنسان بيعوزه الكمال، والكمال اللي بيشار إليه في الكتاب المقدس بالعدد 7، فيكون رقم 6 هو رمز النقصان أو العوز للكمال. وكان التمثال اللي أقامه نبوخذ نصر ارتفاعه 60 ذراع وعرضه 6 أذرع، ويكون المضمون هو أن ضد المسيح رغم كل عظمته ونفوذه فهو ليس سوى إنسان هيقضي عليه المسيح في النهاية، فسيقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت بحسب سفر الرؤيا إصحاح 19 آية 20. أما عن الخلاصة عن ضد المسيح فملخص الموضوع كله مع الأخذ في الاعتبار أن كل اللي جه عن ضد المسيح في الكتاب المقدس أنه إحنا بنطبق مفهوم ضد المسيح على كتير من الأشخاص والحركات المقاومة لله في الماضي وفي المستقبل كمان، ففي مبرر كافي لانتظار أن يبلغ الأمر ذروته في شخص بعينه هيكون هو فعلا ضد المسيح، واللي هيقضي عليه السيد المسيح له المجد في مجيئه الثاني. وهيكون الشخص ضد المسيح لاهوتيا لأنه هيدعي أنه الله نفسه، كمان هيكون ضد المسيح سياسي لأنه هيسعى لحكم كل العالم، وضد المسيح شيطان لأنه هيعمل بقوة الشيطان وهيظهر قوة الشيطان زي ما أظهر المسيح قوة الله الآب. ومن وجوه كتير هيكون ضد المسيح بالنسبة للشيطان زي ما كان المسيح على الأرض بالنسبة لله الآب. وهيقوم النبي الكذاب بحسب الرؤيا 13 بدور الروح القدس، وبكده هيكونوا ثالوث غير مقدس من الشيطان وضد المسيح والنبي الكذاب. أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.